بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا شباب نكمل كلامنا. ان شاء الله المحاضره ديت قبل ما نخش في المنهج على طول هتبقى عباره عن تمهيد او مدخل لماده الفسيولوجي. يعني ايه ماده الفسيولوجي دي؟ ان شاء الله شويه اسئله هو المفروض نجاوب عليها. اول حاجه وات فسيولوجي، ايه هي ماده الفسيولوجي ديت؟ وهواي ليه انا طب مطالب ان اذاكر ماده زي ماده الفسيولوجي؟ باقي المواد دي موجوده، ايه تاني طب في مواد ايه اللي موجوده؟ السؤال اللي بعده هنجاوب برضو عليه وات از لايف فور هيومن، ايه هي الحاجات الالتزامات المطلوبه عشان تكون حياه في الكائن ده برضك هندرسها. طيب نيجي لاول نقطه يا شباب، ايه هي الفسيولوجي؟ الفسيولوجي هي كلمه لاتينيه معناها طبيعي. ايه هو الطبيعي؟ قال لك اي حاجه طبيعيه في الجسم، دي معناها نورمال. طبيعه الجسم ذات نفسها اللي مخلوق بها مخلوق ازاي؟ تشمل ايه؟ قال لك طبيعه بدنك نفسه لما ربنا خلق لك ازاي؟ عمليات كيميائيه فيزيائيه بتتم في جسمك. محتاجين نعرف العمليات ديت نفسها كانت بتشتغل ازاي واللي بتسمح بجسمك ان هو يعمل وظيفه. فمن خلالها عرفنا ان الفسيولوجي ديت معناها الشكل الطبيعي اللي ربنا خلق عليه جسمك، مش سواء تفاعلات كيميائيه فيزيائيه او سواء شكل الجسم ذات نفسه العضوي نفسه مخلوق ازاي. السؤال الثاني دلوقتي يا شباب هواي، ليه انا مطالب مني كطالب طب ادرس ماده الفسيولوجي؟ قال لك ارجع بسيطه نرجع اصلا للميكانيزم اللي الطب نفسه ماشي عليه. انت دلوقتي هتبقى قاعد في عيادتك وقاعد عادي ما فيش اي مشكله، وفجاه بيجي لك عيان او شخص المفروض ان هو عنده خلل في اي جزء من اجزاء الجسم اللي هو موجود فيها. طيب ما هو السؤال دلوقتي، ما هو خلل احنا عشان عارفين ان في مرض او خلل في خلل في اي جزء من اجزاء الجسم، ما احنا من ساعتها محتاجين الاول نعرف هو ايه اصلا كان الطبيعي، مرض او مشكله بالنسبه لايه. ما هو كان لازم يبقى في حاجه معيار او ديفولت نبدا نقيس من خلاله اذا كان الشخص ده عنده مشكله فعلا ولا اذا كان الشخص سليم. من خلال الماده ديت ان شاء الله هندرس الشكل الديفولت النورمال اللي ربنا خلق بيه الخلايا ذات نفسها. جميل كده، تقريبا حاولنا نجاوب على سؤال ليه المفروض مطالب تدرس ماده الفسيولوجي. الاذر بقى يا شباب، الاذر والله نرجع للمثال القديم. انت دلوقتي هتبقى قاعد في امانه الله، هتلاقي مريض او شخص جالك هتلاقي عنده خلل معين جاي بيشتكي منه. جاي بيشتكي منه المرض ده هتلاقي العلماء برضو عشان يسهلوا على نفسهم جمعوا شويه الامراض دول وحطوها في مكان واحد، وسموه علم الامراض. الباصو ده هيدرسوه في الباصو، ده هتلاقيه عكس الفيسيو. الفيسيو بيوريك الحالات الطبيعيه بتاع الجسم بشكل عام، او بتاع الجسم بشكل عام، او بتاع التراكيب اللي جواه سواء اجهزه او اعضاء. اما علم الباثولوجي ده بقى اللي بيدرس لك الحاله المرضيه نفسها، او بيسموها في الكلينيكال الاعراض السريريه، كلينيكال بيكتشر. سواء بتظهر على وشه، وشه شكل جلده من بره عامل ازاي، او سواء على مستوى انسجه جسمه من جواه. فده بالنسبه لماده الباثولوجي. طيب دلوقتي احنا الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا المرض اللي هو عنده ده مرض ايه. نيجي عشان احنا محتاجين برضو هو العيان ده جاي لك ليه؟ جاي لك عشان تلاقي له علاج. فمن هنا كان لازم يبقى في ماده الفارما. ماده الفارما ديت اللي المهتمه بدراسه ايه؟ قال لك هتدرس ادويه موجوده. الباراسيتامول مثلا لو بتسمعوا عنه، محتاجين نعرف الباراسيتامول ده اصلا كان بيستخدم في ايه؟ استخداماته. اثنين، بيشتغل ميكانيزم اوف اكشن، بيشتغل ازاي؟ يعني ليه لما هو اول ما باخد قرص اللي هو الباراسيتامول الاصفر اللي انتوا عارفين، الباراسيتامول الاصفر ده بتاع الصداع بيسكن له صداع مثلا، بيشتغل ازاي في الجسم؟ ايه الحاجه اللي بتحصل اول ما باخده؟ هل يا ترى في اي اعراض جانبيه مثلا ولا حاجه بيأثر على باقي الاجهزه؟ المفروض الدواء مثلا بيأثر على جهاز معين، هل يا ترى ممكن يأثر في جهاز ثاني بشكل سلبي مثلا فيعتبر كادفيرس افكت او عرض جانبي؟ ده ان شاء الله بندرسه في علم الفارما. اتفقنا برضك يا شباب ان ان المرض ده بيبقى كائن غريب جه غزا نسيج من انسجه الجسم. كان الغريب ده كان ممكن يبقى ايه؟ قال لك ممكن يبقى ميكروب او بارازايت، ممكن يبقى ميكروب او بارازايت او فيروس. العلماء جمعوا الميكروبات دي كلها في علم تاني اسمه علم الميكروبيولوجي. ده ان شاء الله هتدرسوه في السنين الاكاديميه ان شاء الله. سواء كان ميكروب ندرسه في الميكروبيولوجي، او سواء كان طفيلي بندرسه في باراسيتولوجي. مفهوم يا شباب؟ عندنا ايه تاني يا شباب؟ قال لك عندنا علم مميز قوي اسمه علم التشريح. علم التشريح بيهتم بايه علم التشريح ده، ولا هندرس فيه ايه؟ وليه مطالبين ندرس علم التشريح؟ قال لك علم التشريح ده بغض النظر عن الاسم بتاعه، طبعا احنا مش هنمسك مشرط ونبدا نشرح في الجسم ذات نفسه زي ما اغلبنا كان فاكر. ولكن ان احنا هنعمل محاكاه او هنتخيل نفسنا مسكنا مشرط دلوقتي وابتدينا نفتح في الجسم ذات نفسه، هيقابلنا ايه؟
غالبا هيقابلنا العظم. لو حد مثلا فيكم بيروح جيم، دي عضله البايسبس اهيت، يبدا يقابلنا عضلات، يقابلنا عظم، هنبدا نفهم كل تفصيله في العظمه ذات نفسها ليها اسم، هنبدا نفهم من خلالها اذا كان العظمه ديت، اذا كان العظمه ديت مرتبطه بمفصل ولا لا، واسم المفصل ذات نفسه يبقى هنعرف اساميهم. في حاجه تانية، الشرايين والاورده اللي بتغذي العضلات ديت، كل شريان في جسمك على مدار جسمك كله هنبدا نشوف الاسم بتاعه، ونشوف بيبدا منين ونشوف ينتهي منين. مفهوم؟ كل جهاز، كل جلدك مثلا في اعصاب بتحس، جلدك فيه اعصاب، وفي تانية اعصاب مثلا بنسموها موتور، اعصاب بتعمل حركه. كل عصب من الاعصاب ديت اللي بتروح لجزء في الجسم مطالب مننا ندرسها، هي اسمائها ووظيفتها. ده كله ان شاء الله هندرسه في علم الاناتومي، علم التشريح. كده ان شاء الله اغلب الفروع مضمومه. في ايه تاني ممكن يجيبوه في علم اللي عليكم المديول ده ان شاء الله؟ قال لك ده في ماده البايو يعني كيمياء، دي كيمياء حيويه. يعني ايه كيمياء حيويه؟ قال لك ما انت ككائن حي اهوت بتعمل لك احتياجات، بتعمل وظائف، الوظائف دي اصلا بتتم عبر تفاعلات كيميائيه. مثال عارفين احتراق الجلوكوز، الطريقه اللي الجلوكوز بيحترق بيها وعشان يبدا يغذي جسمك كله، كانت بتتم ازاي؟ كانت بتتم عن طريق الكيمياء. احنا وقفنا لغايه فين؟ وقفنا الحمد لله ان احنا قدرنا نلاقي مع بعض تفسير بيوضح لك تعريف لماده الماده نفسها كانت معناها ايه، وليه انت مطالب تدرسها، وخدنا فكره سريعه عن باقي المواد اللي ان شاء الله مطالب منكم تدرسوها على مدار سنين الاكاديمي بتاعكم. دلوقتي احنا قلنا نرجع تاني نعيد معلومه انه الفسيولوجي هو معناها كانت معناها طبيعه ايه؟ طبيعه الحياه ذات نفسها بشكل عام، سواء الطبيعه اللي ربنا خلق لك بها جسمك نفسه، اعضائك، الاجهزه بتاعتك كانت مخلوقه ازاي، او الوظيفه نفسها، التفاعلات اللي بتتم، سواء تفاعلات فيزيائية نفسها كانت بتتم ازاي. السؤال دلوقتي يا شباب كنا عايزين نعرف، وقلنا يا شباب ان هو العلم اللي بيعرف لك الحاجات دي كلها عشان توصل لتكوين خليه حيه في جسمك. السؤال دلوقتي محتاجين الاول نعرف اصلا يعني ايه الحياه بشكل عام، يعني ايه الحياه نفسها. قال لك والله انا ككائن حي موجود اهوت، اللي انا عارفه انا ليا احتياجاتي، ساعات بجوع وبشرب، فعشان كده هتلاقي ربنا خلق جهاز معين تقدر من خلاله تاكل، اللي هو الجهاز الهضمي، دايجستيف سيستم. ان شاء الله هنذاكره وهيكون عليكم تدرسوه في مديول الجي اي تي. في مديول الجي اي تي نعرف من خلاله اللي بيتكون من الجهاز نفسه بيتكون من ايه. طيب انا كده اكلت وشربت، انا برضو انا ككائن حي ليا احتياجات تحافظ على الحياه، انا ليا برضو عشان احافظ على الحياه ديت محتاج اتنفس، محتاج ادخل اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون. فعشان كده هتلاقي ربنا خلق لك الجهاز التنفسي ريسبيراتوري، الجهاز التنفسي اللي من خلاله تقدر تقوم بوظيفه التنفس ديت، وهندرسه في المديول بتاع الريسبيراتوري. طيب حاجه ثانيه، انا دلوقتي وصلت للاكسجين، دخلت مثلا اكل في بقي واكسجين الهواء اتنفسته. هل يا ترى انا الاكسجين والاكل ده، الاكسجين والاكل ده بيبقى بيغذي جزء معين في الجسم ولا بينتقل الجسم كله؟ لا، انا محتاج شبكه مواصلات، انا محتاج كل الاكل ده يبدا ينتقل لكل الاعضاء اللي موجوده في جسمك. فعشان كده ربنا خلق لنا ايه؟ هتلاقي ربنا خلق لك جهاز دوري، هندرسه ان شاء الله الترم الجاي في مديول كارديو فاسكولار، قلب واوعيه دمويه، او ربنا خلق لك شبكه من الاوعيه الدمويه، سواء شرايين او اورده، شريان ارتري او وريد فين، من خلالها الاكل او الاكسجين بينتقل لكل اعضاء جسمك. جميل. حاجه، طيب انا كده عرفت، انا كده دلوقتي حالا كلت وشربت واتنفست وقدرت اوصل الحاجات ديت لكل اجزاء الجسم بتاعتك. طيب هو مش وارد لما اكل وبشرب، مش او حتى لما بتنفس ويحصل عمليات كيميائيه في جسمك، مش العمليات دي كلها بتؤدي الى حدوث فترات للجسم؟ قال لك فانا عشان احافظ على الحاجه ديت نفسها كان لازم ربنا يخلق لك جهاز اسمه جهاز اخراجي، هندرسه ان شاء الله في مديول الرينال سيستم. في مديول الرينال، من خلال الجهاز ده تقدر تتخلص من الفترات اللي موجوده في جسمك. طيب انا كده تقريبا غطيت اغلب الحاجات، وطبعا اللي بيأثر في سواء اكلك وشربك، او سواء في التنفس بتاعك، او سواء في الاخراج ذات نفسه، بيأثر مجموعه من الهرمونات. كنا محتاجين برضو جهاز هرموني هندرسه في مديول الاندوكراين.
مفهوم يا شباب؟ طيب أنا كده جبت عرفنا إن عشان نكوّن حياة في جسم الكائن الحي كنا محتاجين أجهزة، الأجهزة ديّة كل جهاز بيمسك وظيفة معيّنة أو بيمسك احتياج معيّن، فبالتالي يضمن تكوين حياة لنفسك. العلماء ابتدوا يمسكوا كل جهاز من الأجهزة ديّة وابتدى يشوفهم هل يا ترى بيتكوّن من إيه وبيشتغل إزاي وإزاي بيقوم الوظيفة ديّة. نمسك مثلًا يا شباب جهاز زي الجهاز معاكم صورة أهيّة، نمسك مثلًا يا شباب جهاز زي الجهاز الهضمي digestive system. الجهاز الهضمي لمّا ابتدوا يدرسوا الجهاز الهضمي ابتدوا يشوفوا هل هو شغال كوحدة لوحده، يعني هل هو طبعًا الوظيفة بتشتغل كوحدة واحدة، بيشتغل كوحدة واحدة. هل هو مثلًا زي مكنة كده بتقوم بالوظيفة دي لوحده؟ لقوها لأ، لقوا الجهاز ذات نفسه بيتكون من مجموعة من الأعضاء. لا هو بيتكون من مجموعة من الأعضاء، الأعضاء ديّة كل جزء بياخد بيشمل حتة من الوظيفة العامة اللي هي التغذية. فاهمين؟ هادّيكم مثلًا مثال، أنا عشان آكل أنا محتاج مكان أدخّل من خلاله الأكل والشرب، فعشان كده كان وظيفة الفم أو الoral من خلال وبعدها كده الأكل ده أنا محتاج مثلًا محتاج أخزّنه في مكان وأخزّنه عشان أبدأ أضيف عليه مواد تانية سواء هرمونات وغيرها أحوّله لصورته البسيطة، والمكان اللي كان بيخزّن فيه الأكل طلع كان المعدة. جميل، يبدأ ينتقل من المعدة محتاج إيه تاني؟ أنا محتاج أنقل الأكل ده محتاج لمّا أحوّله لعناصر بسيطة أبدأ أنقله لكل خلية من خلايا الجسم. انتقل للمعدة أهو يا شباب، كنا محتاجين إيه؟ قال لك كنا محتاجين نخلق له أمعاء دقيقة اللي هي intestine، الأمعاء intestine من خلالها نقدر نوصّل الغذاء دهوّة لمجرى الدم ذات نفسه عشان نستفيد من العناصر اللي موجودة فيه. فبالتالي الجهاز ذات نفسه ما كانش بيشتغل زي مكنة منه لنفسه، لأ ده كان بيتكوّن من مجموعة من الأعضاء. طيب أنا كده الحمد لله وصلنا لغاية العضو أهوّة اللي هي لغاية المعدة. هل يا ترى كده إحنا وقفنا عند أبسط حاجة موجودة وكده خلاص إحنا ما فيش حاجة تانية المفروض ندرسها؟ يعني ما فيش حاجة تانية أبسط من العنصر ده بيكوّن الجسم؟ قال لك لأ، العضو اللي هو العضو زي المعدة، في الكارديو مثلًا عضو تاني زي القلب، في الrespiratory عضو زي الرئة. أنا شايف الحاجات دي مختلفة وظيفيًا. يعني ما ينفعش نقول إن أبسط حاجة في الجهاز ده كانت المعدة ذات نفسها، أبسط حاجة في الجسم ذات نفسه كانت الأعضاء. ليه بقى؟ لأن جسمك بيتكوّن من أعضاء كتيرة، والأعضاء دي مختلفة وظيفيًا، كان مطلوب إن وكل عضو أكيد بما إنه بيقوم بوظيفة مختلفة، فأكيد أتاري العلماء لمّا جابوا حتة من المعدة ذات نفسها، المعدة اللي المفروض بتتشاف بالعين لمجرد إنها قطعة واحدة، ابتدوا حطوها تحت الميكروسكوب لقوا إن المعدة ذات نفسها بتتكوّن من شبكة من الألياف أو الأنسجة، التيشو. الأنسجة دي شغالة إزاي؟ قال لك الأنسجة ديّة عبارة عن حاجة اسمها زي أسلوب كهربا ملزوقة في بعض. أسلوب الكهربا ديّة طبعًا هي ما بتتش من كتر ما هي لازقة في بعضها أنت بعينك لمجرد بتبان أكنها إيه؟ قال لك بعينك لمجرد بتبان إنها واحدة، عشان كده كنا فاكرين إن العضو هو أبسط حاجة موجودة خلاص خلصت، إنما كان طلع فيه عضو أقل منها اللي هو الأنسجة. طيب عرفنا إن الأنسجة بتتشاف بالميكروسكوب وديّة أبسط حاجة دلوقتي موجودة. هل يا ترى في أبسط من كده؟ قال لك لسه آخر حاجة بقى نختم بيها. قال لك إيه؟ قال لك الأنسجة دي نفسها هي عبارة عن مجموعة من الألياف لازقة في بعضها. النسيج الواحد ذات نفسه، النسيج الواحد لو مسكنا نسيج واحد زي ده وشُفنا بيتكوّن من إيه، هنلاقيه بيتكوّن من خلايا. الخلية ديّة إحنا كده وصلنا لإيه؟ إحنا كده وصلنا للخلية. هتلاقي كاتب لك في الكتاب it's the functional and structural unit of the body. طيب structural unit of the body دي حاجة معروفة، ده وحدة تركيبية للجسم. يعني إيه وحدة تركيبية؟ يعني دي الطوبة أصغر طوبة خالص كانت موجودة نبدأ من خلالها نبني جسمك ذات نفسه. جسمك فيه كام خلية؟ جسمك فيه تريليونات الخلايا. عارفين التريليون فيه كام صفر؟ أنا تقريبًا على حد علمي لغاية المليار، بس أنا عارف إن المليار 9 أصفار بس. جميل. لو إن الخلية ذات نفسها بتتكون قال لك طب structural unit دي حاجة معروفة اللي هي الوحدة التركيبية. طب هي إيه functional unit ديّة؟ يعني ليه نقول إن الخلية ديّة ليه نقول إن الخلية ديّة هي الوحدة الوظيفية؟ ليه ربط بين الخلية ذات نفسها وبين وظيفة الكائن الحي ككل؟ قال لك هاقول لك ليه. إحنا اتفقنا قبل كده إن جسم الكائن الحي اللي هي عبارة عن المستلزمات، ليه احتياجات معينة وخلق لك أجهزة علشان تلبي الاحتياجات ديّة وتكوّن لك حياة. بنفس المعنى برضه الخلية دي مش أي خلية، دي خلية حية. حكمة ربنا شايف إيه بقى؟ إن الاحتياجات اللي موجودة في جسمك في جسمك من برّه عشان تكوّن لك حياة هي نفس الاحتياجات اللي كانت موجودة في الخلية ذات نفسها عشان تعمل حياة، لأن في النهاية الحياة واحدة. يعني العمليات اللي بتتم في جسمك كله علشان تدّيك حياة كانت أصلًا كانت طلقة زي تكبير للعمليات نفسها اللي كانت بتحصل في الخلية عشان تدّيها حياة.
الخليه برضه بتاكل وتشرب وبتعمل عمليه اخراج برضه، وبتاخد اكسجين. مفهوم؟ وده برضه بيديك فكره او بيديك ملحوظه ان في النهايه كان الخالق واحد، اللي خلق الحياه في ابسط جزء فيك هو نفسه اللي خلق الحياه في جسمك من بره كله. مفهوم؟